مني تجي الخلافة إن شاء الله ما غاديش يتجرأ شي واحد يسب الرب علانية أمام مسمع ومرأى الجميع. ما غاديش تكون مهرجانات كتكلف الملايير وتروج الفسق والخلاعة. ما غاديش يبقى ولادنا وبناتنا عرضة للاغتصاب والعنف. ما غيكونش زنا المحارم والخيانة الزوجية منتشرين. ما غتكونش جرائم القتل والنصب والكريساج. ما غيكونش القرقوبي والسيليسيون والبوفا والكوكايين. ما غيبقاوش ولادنا اللي تولدوا بصحة وعافية يتفرضوا عليهم جرعة ديال اللقاح ما عارفينش المصدر والتأثير ديالو في المستقبل. ما غيبقاوش يضيعوا منا وليداتنا وتجيهم أمراض عقلية مازال ما كملوا 20 عام. غادي يختفيو دور الدعارة والكهنة والأضرحة والمواسم اللي كيأمنوا بهم الجهال. ما غاديش يكون نشيد وطني في المدارس والإعداديات. ما غتكونش خرقة ملونة في كل بناية أو صورة فوتوغرافية في كل مكتب. غادي نشتغلوا على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات، وعند الحاجة غادي يكونوا عندنا معاملات تجارية مع المنتمين لجميع الأديان بدون استثناء. غادا تكون مناهج دراسية خالية من نظرية الدروينية والإشارات والتلميحات المعادية للإسلام والمرسلين. ما غاديش نقريو وليدات المسلمين الفلسفة أو القانون الوضعي أو معاني محرفة لنصوص الكتاب والسنة النبوية. وليدات المسلمين غادي يتعلموا من صغرهم التوحيد والعربية والفقه والقرآن والتفسير والسنة النبوية. غادا تكون المعلومات الدينية صحيحة ومنقحة في تطابق تام مع التوجيهات ديال السلف الصالح. وغادي تكون متاحة في المدارس والمساجد والمكتبات والإذاعة والتلفزة والصحافة الورقية والإلكترونية والمواقع ووسائل التواصل والمجالس العائلية والنوادي المفتوحة في وجه العموم. هادشي اللي قلنا كامل بالنسبة للناس اللي مع جماعة المسلمين. أما أهل الكتاب الصابئين فغادي تعطى ليهم واحد الهامش ديال الحرية اللي يستطيعوا من خلاله يمارسوا الشعائر ديالهم التعبدية ويقوموا بأنشطة دينية وثقافية ومجتمعية. وما غاديش يتفرض عليهم الصيام كما تيتفرض على المسلمين، وغادي تضمن لهم العيش الكريم. كنتكلم على أهل الذمة اللي كيعيشوا جنبا إلى جنب مع المسلمين في نفس البلد وكيتمتعوا بالحماية والأمن والاستقرار. غير ضروري غادي نردوا البال باش ما يحاولش البعض منهم يخرجوا على السيطرة ويغدروا بنا ويحاولوا يزعزعوا الاستقرار والأمن ويديروا لنا الفتنة في البلاد. والسلام عليكم.